في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا. انتهى دوركم ببلادنا، لا علاقة لنا بكم الآن. لقد سئمنا من الاستعمار الأوروبي لبلادنا. الجزائريون يلفظون فرنسا والغرب. يقضي الرئيس تبون أياما وليالي في الجو مصافحا روسيا والصين أمام أعين العالم، ولا يبالي بعدائه للغرب أو فرنسا. اليوم تبون يقف صامدا بوجه الغرب مع الإعلان عن تبوء جيش بلاده منزلة عالمية. الجزائر، الخطر الذي بات يهدد الغرب قادمة وبكل قوة. الجزائر تقول لا للغرب، الجزائر تقول لا للغرب ونعم لبريكس وتعدد القطبية العالمية وتبعات انضمامها لبريكس. الجزائر، الخطر الذي بات يهدد الغرب ويؤرق أجفانهم. الجزائر الجيش القادم والتي تسعى لأن تصبح قوة عالمية أفريقية خلال الفترة المقبلة. قطع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشواطا نحو التقارب مع روسيا والصين، حيث أيقن أن مستقبل بلاده لن يكون في التقارب والتحالف مع الولايات المتحدة أو حلفائها، لذا بات يتقرب نحو روسيا والصين قطبي العالم القادمين. تقارب الجزائر من روسيا والصين دفع الكثيرين من دول الغرب للتساؤل: هل ستصبح الجزائر قطبا من أقطاب العالم خلال الآونة المقبلة؟ نعم يا صديقي، الجزائر عائدة وبكل قوة وتلفظ الاحتلال الفرنسي لها سواء في التكنولوجيا أو اللغة الفرنسية، وتعد زيارات تبون الأخيرة رسائل شديدة اللهجة للغرب، حيث إن مصافحة تبون للتنين الصيني خير دليل على رغبات الجزائريين في تبوئهم مكانة مرموقة بمجاورتهم للكبار حول العالم. إلا أن بوتين قال كلمته: لا، انتظروا منا المزيد، فالقادم سيكون وبالا على رؤوس الغربيين، حيث إن القادم سيكون نووي الجزائر، النووي الحلم الذي طالما حلمت به الجزائر وشعبها. هذا وفي لقاء له قال تبون: من يقف أمام قطار طموحاتنا لن يكون مصيره سوى تحت قضبان قطارنا، لن يكون لأحد سلطان على الجزائريين، فالجزائر عائدة وبكل قوة. الجزائر ستصبح الشوكة في ظهر الغرب. وفي زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين واستقباله الحافل من قبل التنين الصيني شي جين بينغ، حمل تبون مفاجأة مدوية للرئيس الصيني، حيث أكد له على أن الجزائر ترغب في التقدم رسميا للانضمام لمنظمة بريكس، ليقف شي صامدا مكانه ولا يتحرك من قوة الجزائر وعدم مبالاتها بما تقدم عليه. فهذا القرار الخطر سيدفع البلاد نحو عداء كبير وتام مع الغرب، ولكن تبون اتخذ قراره الحكيم وأعلن عن البدء فيه ليرد عليه الرئيس الصيني: نعم ومرحبا بكم في بريكس، فبريكس ستصبح مجموعة العظماء الأقوياء. ليضرب تبون موعدا مع خلاف غربي في السياسة المتبعة، حيث توقع تبون أن تسعى أمريكا لبث الفتنة له في قضية الصحراء الغربية والخلاف بينه وبين المملكة المغربية، ليقول لهم: نحن العرب لا بد من تصفية خلافاتنا سويا. ولعل إعلان المغرب عن إرسال مساعدات إنسانية وطائرات إطفاء لجارتها الجزائر للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي طالت الجزائر قبل أسبوع تقريبا جراء ارتفاع درجات الحرارة صفعة قوية أفريقية عربية على وجه الغرب، لتؤكد لأمريكا أن شمال إفريقيا كتلة متماسكة لا يمكن انفراط عقدها أبدا. وتبون من بكين يرد على سؤال صحفي له: لماذا الصين التي تحبون التعامل معها؟ يؤكد تبون أن الصين تعامل الدول الحلفاء معاملة الند للند، لا تحاول فرض سيطرتها رغم قوتها العسكرية والاقتصادية الهائلة، والتي تمكنها من فعل أي شيء وفي أي وقت كما يحلو لها. ليرد التنين الصيني: إن الجزائر تعرف جيدا ما تقوله وما تسير نحوه، لذا ازدانت بريكس بالجزائر.
ومع اتساع رقعة دول منظمة بريكس الوحش والشبح الذي يطارد الغرب ليل نهار، فبعد أن كانت المنظمة 5 دول فقط ورغم تهميش الغرب لها في البداية، إلا أنها بدأت الآن في الاتساع واتخاذ طرق أكبر ومسالك ودروب أوسع في اقتصادات الدول النامية، حيث بدأت هذه المنظمة في الاستحواذ على نحو 40% من اقتصادات العالم، ولا يزال العدد في ازدياد. سعت هذه المنظمة من البداية لأن تكون مناهضة لسيطرة المجموعة G7 صاحبة أكبر اقتصادات في العالم. أعلنت نحو 40 دولة حول العالم الانضمام لهذه المنظمة، ومن بينها مصر والجزائر وتركيا، لتصبح بريكس أكثر قوة بتلك الدول صاحبة الاقتصادات النامية والقادمة بكل قوة. إلا أن التعاون العسكري بين دول تلك المنظمة شكل خطرا كبيرا على الغرب الذي بات يدرس جيدا تحجيم دور بريكس، ولكن أن لهم هذا، فقطار بريكس انطلق بلا رجعة ولا عودة أبدا. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الجمعة إن الجزائر قدمت طلبا لأن تكون عضوا مساهما في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار حسب تلفزيون النهار الجزائري. وتسعى الجزائر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم روسيا والصين، وتقدم نفسها كثقل موازن للقوى الاقتصادية الغربية المهيمنة. شارك تبون في قمة بريكس الافتراضية في أواخر يونيو، حين دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة المجموعة إلى التعاون في مواجهة الأعمال الأنانية من قبل الغرب. لانضمام الجزائر إلى تكتل بريكس مكاسب متعددة يمكن أن تستفيد منها الجزائر مباشرة بمجرد استكمال محادثات انضمامها إلى التكتل، وهذا الأمر يتم بعد توجيه طلب رسمي من الجزائر وإعلان روسيا والصين موافقتهما، حيث يرى خبراء أن الاقتصاد الجزائري يحاول ترميم الاختلالات التي حدثت في الأعوام الماضية، وذلك من خلال تهيئة الأرضية القانونية عبر إصدار قانون مشجع على الاستثمار في البلاد، وأيضا من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر. هذا وتعول الجزائر اليوم على انطلاقة اقتصادية مهمة، بحيث تمتلك سوقا مهمة في شمال أفريقيا تضم نحو 45 مليون نسمة، بالإضافة إلى موقع استراتيجي مهم وبنية تحتية موجودة حاليا وتحتاج إلى تطوير مع أعضاء بريكس. وتتميز الجزائر أيضا بموقعها الاستراتيجي على أبواب أوروبا كأكبر سوق في العالم، بالإضافة إلى أنها على مقربة من الأسواق الأفريقية وخصوصا الغرب الإفريقي. وستحتاج الجزائر إلى الخبرة الروسية في المجال الزراعي، وخصوصا أن روسيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال الزراعة بعد أن كانت دولة مستوردة للحبوب في التسعينيات، واليوم تعد من أهم الدول التي تصدر الحبوب. لذلك تحتاج الجزائر إلى التجربة الروسية من أجل تطوير قطاع الزراعة فيها، وخصوصا أن الجزائر تمتلك أراضٍ زراعية تقدر بملايين الهكتارات، ويمكن استغلالها من أجل تلبية حاجات السوق الداخلية أو حتى التصدير إلى الخارج. كما ستحتاج إلى الاستفادة من تجربة الهند وخبرتها في مجال صناعة الدواء والصناعات التكنولوجية في هذا المجال الذي يشهد تطورا في الهند، وقطعت فيه نيودلهي أشواطا كبيرة. ويمكنها الاستعانة بكل دول البريكس من أجل إنشاء البنى التحتية في الجزائر، أو ما يعرف بعقود البناء والاستغلال BOT، والتي تعتمد على مصادر مالية كبيرة كإنشاء موانئ وسكك حديدية. وهذه المشاريع تتم عن طريق الصندوق الاحتياطي التابع لمنظمة بريكس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.